السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحث بعنوان البيئة، إعداد الطالب عبد المجيد الحسين بهكلي تحت إشراف المعلم رمزي أبو طيرة. أولا، خطة البحث: 1. تعريف البيئة. 2. مكونات النظام البيئي. 3. أنواع النظم البيئية. 4. أنواع التفاعلات في النظم البيئية. 5. وظائف البيئة. ثانيا، تعريف البيئة. البيئة هي إجمالي الأشياء التي تحيط بنا وتؤثر على وجود الكائنات الحية على سطح الأرض، متضمنة الماء والهواء والتربة والمعادن والمناخ والكائنات أنفسهم. كما يمكن وصفها بأنها مجموعة من الأنظمة المتشابكة مع بعضها البعض لدرجة التعقيد، والتي تؤثر وتحدد بقائنا في هذا العالم، والتي نتعامل معها بشكل دوري. ثالثا، مكونات النظام البيئي. تتكون البيئة أو النظام البيئي من مكونات حيوية وأخرى غير حيوية المهمة في أي نظام بيئي، ومن الأمثلة على المكونات الحية وغير الحية ما يلي: تشمل المكونات الحيوية المنتجات الأولية وأكلات النباتات، أكلات اللحوم وأكلات اللحوم والنباتات. تشمل المكونات غير الحيوية ضوء الشمس والحرارة والماء والرطوبة والتربة. رابعا، أنواع النظم البيئية. هناك 3 أنواع من الأنظمة البيئية أو المناطق الإحيائية: 1. النظم البيئية المائية. 2. النظم البيئية الأرضية. 3. النظم البيئية في المياه الراكدة. خامسا، أنواع التفاعلات في النظم البيئية. تقسم أنواع التفاعلات التي تحدث بين الكائنات الحية في النظم البيئية إلى مجموعتين رئيسيتين: التفاعلات الموجبة والتفاعلات السالبة. من التفاعلات الموجبة: التعايش والتكافل أو التغير غير الإلزامي والتقايض. من التفاعلات السالبة: التنافس، الافتراس، التطفل، التضاد الحيوي. سادسا، وظائف البيئة. للنظام البيئي العديد من الوظائف، ومن أهمها: 1. تنظيم العمليات البيئية الأساسية ودعم الأنظمة الحياتية بالإضافة إلى دوره المهم في استقرارها. 2. تدوير المغذيات بين المكونات الحيوية وغير الحيوية. 3. المحافظة على التوازن بين مختلف المستويات الغذائية في النظام البيئي. 4. تدوير المعادن عبر المحيط الحيوي. تساهم المكونات غير الحيوية في تصنيع المكونات العضوية التي ترتبط بدورها بعملية تبادل الطاقة.